السلام عليكم، ازيك يا شباب؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله بخير. النهارده باذن الله هندخل على ليكتشر 2 خاصه بالجافا بروجرامينج لانجويج. تمام. وزي ما انا نوهت طبعا المحاضره اللي فاتت الناس اللي ما اتفرجتش عليها عشان خاطر المحاضره اللي فاتت معتمده على المحاضره دي في كذا حاجه. تمام. زي ما نوهت انا في المحاضره اللي فاتت ان طبعا هنركز على العملي اكتر ما هنركز على النظري. فبسم الله الرحمن الرحيم كده ونبتدي في اول سلايد. طبعا هو هنا بيقول لك الحاجات اللي انت هتدرسها في المحاضرة ديت. تمام. دي الشبكة اللي احنا اخدناها في المحاضرة اللي فاتت اللي هي داتا تايبس عبارة عن نوعين: نون بريمتيف وبريمتيف. البريمتيف عبارة عن نوميريك ونون نوميريك. النون بريمتيف عبارة عن string arrays user defined classes. تمام. دي خدوا عليها بصة سريعة. المحاضرة هتلاقوا رابطها تحت بالديسكريبشن عموما. بيبقى محطوط. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. عندك هنا بيقول لك ايه بقى؟ بيقول لك primitive types are predefined already defined in Java. يعني ايه الكلام ده؟ ان الحاجات البريمتيف، تمام، البريمتيف دايما معرفة في الجافا، لكن الحاجات النون بريمتيف دي لازم البروجرامر هو اللي يعرفها بنفسه. تمام. تمام. نخش على السطر التاني اللي هو بيقول لك non-primitive types can be used to call methods. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ان ال non-primitive ممكن تستخدم علشان خاطر تستدعي الميثودز في إيه؟ اي عملية، لكن البريمتيف ما بتقدرش. البريمتيف ما بتقدرش تعمل كده. عندك برضو هنا ان ال primitive type has already value. يعني ايه؟ يعني ال primitive لازم انها يكون ليها value، لكن النون بريمتيف ممكن تبقى nullable عادي او null، يعني فارغة من غير قيمة عادي. عندك هنا البريمتيف ستارت اللور كيس ليتر. يعني البريمتيف لازم تبتدي بلور كيس يعني حروف صغيرة، اما النون بريمتيف لازم تبتدي بابر كيس اللي هي حروف كبيرة. عايزين طبعا تفهموا هي النون بريمتيف وهي البريمتيف والحاجات دي، هترجعوا للشبكة اللي فوق. هو كاتب لك ان البريمتيف اللي هو النوميريك اللي هي من ضمنها فلوتنج بوينت ومن ضمنها انتجر. تمام. عندك النوميريك اللي من ضمن البريمتيف برضو، اللي هي عبارة عن كاركتر وبوليان. الحاجات دي احنا طبعا خدناها في المحاضرة اللي فاتت، اللي هي الفلوت والانتجر والكاركتر وبوليان والسترينج والاري، والحاجات دي اخدناها في المحاضرة اللي فاتت. تمام. لسه ما خدناش السنتكس بتاع الاري، احنا خدنا لغاية سترينجز بس. تمام. هنا بيقول لك ان يعني ترتيب الويدنج كاستنج من السمولر تايب الى اللارجر تايب، يعني من الصغير للكبير. هتلاقي معاك بايتس، شورت، كاركتر، انتجر، لونج، فلوت، ودبل. ده كده ترتيب ايه من الصغير للكبير. لما ترتبها من الكبير للصغير هتاخد الاخير تحطه في الاول بس، اهو الدبل. عندك فلوت، عندك لونج، انتجر، كاركتر، شورت، بايت. تمام كده ان شاء الله. تمام. هنا هنبتدي بقى نخش في الكود. ندخل على الفي اس كود وركزوا معايا. عملنا فايل سميناه example1.java. طبعا مراجعة على السريع، انت عارف ان طبعا اول ما بتعمل اسم الفايل لازم تكتب في البداية public class واسم الفايل اللي انت عملته. تمام يا شباب. تمام. ابدا اكتب سنتكس؟ لا، ما ابتديش اكتب سنتكس، لازم الاول اكتب public static void main والى اخره. ودي اللي هي قلنا اسمها المين ميثود. يعني لازم تكتب المين ميثود وبعدين جواها السنتكس اللي انت عايزه. تمام. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. ابتدي. اول مثل. اول مثل عندك رقم 9، عايزني احوله من هو اصلا انتجر، عايز احوله لدبل او فلوت يعني. تمام. عندي رقم انتجر 9 دوت رقم انتجر،
عايز احوله الى فلوت. هنعملها ازاي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، ركزوا معايا. اولا هنعرف ان هو انتجر، وليكن مثلا نسميه نمبر، وهتساوي 9 ونقفل. تمام، انا كده عرفت ان في variable اسمه number متخزن جواه رقم 9، ونوعه ايه؟ نوعه انتجر. طب دلوقتي انا عايز احولها لدبل، هعمل ايه؟ تمام، هتكتب دبل او فلوت ايا كان مش هتفرق، فلوت. تمام، نمبر، نمبر فلوتد مثلا، فلوتد، نمبر فلوتد، هتساوي، هتساويها بايه بقى؟ هتساويها بالنمبر. عايزكم تتخيلوا الاوتبوت قبل ما انا ما اعمله. تمام، احنا هنعمل دلوقتي برنت للاثنين، للمتغيرين، للمتغير اللي اسمه نمبر او الفاريبل اللي اسمه نمبر، والفاريبل اللي اسمه نمبر فلوتد. هنعمل برنت ازاي؟ الكلام ده من المحاضرة اللي فاتت. system دوت اوت دوت برنت لاين، وهنكتب اسم المتغير، وهنعمل تحتيها واحدة تانية عشان نطبع المتغير التاني اللي هو اسمه نمبر فلوتد، نمبر فلوتد. عايزكم تتخيلوا معايا الاوتبوت قبل ما انا ما اعمل رن للكود. ده كده كده معمول هيطلع 9، احنا كده كده عارفين الكلام ده. تمام، طب وده هيطلع ايه؟ انا دلوقتي محول من انتجر لفلوت او لدبل، الاتنين مش هتفرق. الفرق ما بين الفلوت والدبل زيادة ارقام بعد العلامة بس. تمام، بس الاتنين بيطلع لك ارقام كسر. فدلوقتي انا معايا الرقم الانتجر كام؟ 9. طب وانا عايز اعمل فلوت له، الفلوت هيبقى بتاعه ايه؟ 9.00، وده هيطلع الفلوت معانا. نعمل رن للكود، طلع معاك 9، 9.0، اللي هي 9.00000، يعني برضو نفس الاوتبوت مظبوط زي ما انا قلت لكم. تمام يا شباب كده؟ تمام، وده كان معانا اول مثل ازاي تغير من انتجر لاي متغير تاني او اي فاريبل تاني. تمام، تمام. بسم الله الرحمن الرحيم، نخش على تاني مثل. عندك رقم دبل عايز تحوله لانتجر. تمام، وليكن مثلا الرقم اللي هو 9.78 من 100. تمام، دوت نوع دبل، عايز يتغير يبقى انتجر. الكلام ده هيتعمل ازاي؟ الكلام ده بسم الله الرحمن الرحيم كده بكل بساطة. هتقول لي طب وماله نعمل نفس اللي احنا عملنا فوق؟ هقول لك مفيش مشكلة يا باشا، نعمل نفس ما عملنا فوق. عندك أول حاجة هنعرف متغير. تمام، وليكن مثلا هنسميه نمبر، نمبر، خلينا نمبر زي ما احنا. تمام، وهنحط جواه الرقم اللي هو 9.78. وطبعا ما تنسوش معلش نمبر واحد عشان ما يعملش مشاكل. ما تنسوش الدبل بيتحط بعد آخر الرقم دي عشان يتعرف إن هو دبل. تمام، نقفل كده، كده زي الفل. كده أول سطر. السطر التاني هيبقى معانا عبارة عن إيه؟ زي ما احنا عملنا فوق عادي، نكتب القيمة اللي عايزة تتغير لها. وليكن مثلا هنا عندك انتجر. تمام، ونسميه مثلا int number و equal. تمام، equal number 1. عايزكم سيبكم من الايرور دلوقتي. تمام، وهنعمل system دوت اوت دوت برنت لاين لنمبر 1، وسيستم دوت اوت دوت برنت لاين لنمبر لانت نمبر. تيجي تعمل رن هتلاقي ظهر لك ايرور، وهيقول لك الايرور فين؟ incorrect types possible lossy
conversion from double to int. يعني ايه الكلام ده؟ يعني بيقول لك استحالة انك تغير من دبل لانتجر. انا بروجرامر، ما ينفعش ان انت تقول لي حاجه تقف في وشي حاجه زي دي. هتقول لي يعني ايه؟ يعني المثل مش مظبوط. هقول لك لا، المثل مظبوط وزي الفل، بس عندك شرط انك لازم لما تغير من دبل او فلوت لانتجر لازم تحط قبل اسم الفاريبل حاجه، كلمه كده بسيطه جدا، انت. لاحظت حاجه؟ اقرا، نعمل رن للكود. طبعا معاك 978، وطبعا معاك 9. حول لك الرقم فعلا من دبل الانتجر، معلش. طب ليه حطينا الانت اللي قبليها دي؟ علشان خاطر انت تعرفه ان الرقم اللي هيطلع انا عايزه يطلع انتجر. يعني احنا بنحط دلوقتي كلمة او انت ديت ليه؟ علشان خاطر ببساطة جدا ان هو يشيل لك الكسر، يدي لك الرقم الصحيح فقط في الاوتبوت بتاعك. واللي في الطريقة دي بتمشي على الدبل وبتمشي على الفلوت. نخش على المثال اللي وراه. دلوقتي يا شباب احنا عندنا شوية حاجات كده لازم نكون عارفينها في اللغة عموما. حاجة اسمها الارثماتيك اوبريتورز، assignment operators، comparison operators، ولوجيك اوبريتورز. دولت موجودين في اي لغة بنفس الشكل اصلا. يعني اللي درس منكم لغات قبل كده، سواء كانت السي بلس بلس، البايثون حتى، نفس الكلام موجود في كل اللغات. عندك اول حاجه بسم الله الرحمن الرحيم هنبتدي بيها اللي هي الارثماتيك اوبريتورز. وانا مش عايز منكم اي حاجه غير انكم بس تعرفوا الارثماتيك اوبريتورز دي عباره عن ايه العمليات بتاعتها. لان لو انت بتتفرج على الفيديو ده عشان انت في كليه مثلا، عشان الماده دي عليك في الكليه، فالاسئله دي بتيجي في الكليه في الامتحان. ايه هي الارثماتيك اوبريتورز، ايه هي الاساينمنت اوبريتورز، والحاجات الباقيه. تمام. فانا عايزك بس تعرف ايه هي العمليات اللي تنضم تحت arithmetic operators. العمليات اللي هي الجمع، الطرح، ضرب، قسمة، دي اسمها موديلوس اللي هي باقي القسمة. وعندك البلس بلس اللي هو انكريمنت، اللي هو الماينس ماينس اللي هو الديكريمنت. ودي برضو هناخدها بإذن الله، الانكريمنت والديكريمنت دي هو بيبقى شكلهم كده، الانكريمنت والديكريمنت. والموديلوس ليها قواعد كده بسيطة، هقول لكم أول قاعدة منها اللي هو القاعدة بتقول إيه؟ لو جبت رقم صغير عملت له موديلس للرقم كبير، فهتطلع القيمة معاك الرقم الصغير. تمام. ودي مش مشكلتنا دلوقتي ازاي نحسبها وازاي نعملها. هي عموما اسمها باقي القسمة. باقي الايه؟ باقي القسمة. تمام. انت عندك القانون الوحيد اللي انا بس عايزك تعرفه دلوقتي، اللي هو عندك الرقم صغير موديلس رقم كبير هيساوي هو نفس الرقم الصغير. تمام. تمام. نخش على اللي وراها اللي هي اسمها assignment operators. الassignment operators عبارة عن equal وبلس equal minus equal multiplication equal واسم equal وموديلس equal وأس equal. يعني ايه الكلام ده؟ هتقول لي يعني ايه الكلام ده يا باشمهندس؟ هقول لك بسم الله الرحمن الرحيم كده. تعال نخش على الفي اس كود هفهمك يعني ايه الكلام ده. دلوقتي انت لو عندك مثلا رقم، تمام، عملية حسابية، مثلا عندك انت ال A مثلا equal 5 وال B equal 10 مثلا. تمام. تمام قوي. دلوقتي انا لو عايز اجمع ال A وال B، تمام، هتقول لي بسيطة. ممكن ان احنا نعمل print line
احنا متعودين عليها، ونعمل A زائد B. هقول لك الكلام ده مظبوط، بس عندك طريقة تانية، وهيطلع لك الاوتبوت، اصلا هيطلع لك الاوتبوت اهو 15، مفيش اي مشاكل. بس في طريقة تانية. تقول لي ايه هي يا باشمهندس؟ هقول لك بسم الله الرحمن الرحيم كده. الطريقة التانية دي انك هتعمل برضو system دوت اوت دوت print line. تمام. بس الطريقة هتبقى عبارة عن ايه؟ اللي هي A plus equal B. بسم الله الرحمن الرحيم، نعمل رن للكود، هيطلع معاك 15 برضه. شفت العملية طلعت عاملة ازاي؟ ممكن انك تعملها كده وممكن انك تعملها كده. هتقول لي طب الطريقة التانية دي عمل ايه فيها؟ هو هنا عمل لك ببساطة ان ال A تساوي A زائد B. يعني عمل تشينج للقيمة، قيمة ال A، عمل تغيير لقيمة ال A. فهو طبع لك هنا قيمة ال A، هو غير قيمة ال A خلاها A بلس B. تمام؟ ان شاء الله يبقى تمام. وهكذا بقى على كل العمليات دي. يعني انت هنا عندك انا عملت بلس بلس ايكوال، ممكن مثلا تعمل ماينس ايكوال. ماينس ايكوال هيطلع معاك المفروض 5، طلع معاك سالب 5 عشان انا عامل هنا ال الاول الصغير الاول. لو عكست هيطلع معاك 5، مش مشكلتنا. تمام. ولو عملتها برضو ضرب، نفس الحال، ضرب. تمام. هيطلع 50. لو عملتها اسمه، طبعا الكبير الصغير على الكبير مش هتنفع، فهنغير هنا، هنحط هنا البي ونحط هنا الايه. في الحالة دي هو هيغير قيمة البي، مش هيغير قيمة الايه. هتبقى 2. يعني هو هنا عمل ايه؟ عمل بي ايكوال بي على الايه. هي دي العملية اللي حصلت في النقطة دي. تمام؟ ان شاء الله يبقى تمام. تمام يا شباب، ان شاء الله تكونوا فهمتوا حته ال assignment operators دي، اللي هي الايكوال والبلس ايكوال والماينس ايكوال والحاجات دي. تمام. ندخل على الكومباريزون اوبريتورز. الكومباريزون اوبريتورز عندك عباره عن ايكوال ايكوال، نوت ايكوال، ودي معناها لا يساوي. علامه التعجب، علامه التعجب والايكوال معناها لا يساوي، اصغر من، اكبر من، اصغر من او يساوي، اكبر من او يساوي. تمام. تمام. ندخل على اللوجيك اوبريتورز. عندك اللوجيك اوبريتورز دي في حاجات، في ناس ما تعرفش اللوجيك اوبريتورز بقى، فانا هشرحها لكم. تمام. دي معناها نوت، احنا عرفنا كده كده ان التعجب يعني نوت. دي معناها اور، يعني مثلا حاجه او حاجه. يعني انت عندك هنا الاكس اصغر من الخمسه، او الاكس اصغر من الاربعه، او يعني يا ده يتنفذ يا ده يتنفذ، مش الاتنين يتنفذوا. لكن اللي فوق اند، والاند اللي هي الوا اداه جمع. يعني ايه؟ يعني ان ده يتنفذ وده يتنفذ عشان الشرط يمشي. وبرضه في العمليات الكبيره ان شاء الله، برضه في الكودينج الكبير هتعرفوها اكتر لان احنا بنستخدمها كتير. تمام. ان شاء الله يبقى تمام. فتحنا دلوقتي يا شباب اكزامبل جديد، لان عندنا حاجه جديده اول مره تاخدوها في الجافا. تمام. دلوقتي انا لو عايز يوزر يدخل انبوت، مش انا بقى اللي ادخله كبروجرامر، عايز يوزر هو اللي يدخل الانبوت بتاعه. فايه اللي هيحصل؟ بكل بساطة عايزك دلوقتي تعمل لي برنامج بيخلي مثلا ال اليوزر يدخل الانبوت بتاعه يكون age، بعد كده يعرض في الاوتبوت
يعرض في الاوتبوت معاك، يعرض ايه في الاوتبوت؟ يعرض في الاوتبوت معاك اسمه مثلا مثلا يعرض في الاوتبوت يور ايج، والايدج بتاعه بقى اللي هو الفاريبل هنا، ده اللي هو الفاريبل. تمام. طبعا هتقول لنا طب ازاي اخلي اليوزر يدخل انبوت؟ انت دلوقتي عندك زي ما قلت لك عايزين نعمل انبوت يكون جوه الايدج بتاع المستخدم. تمام. والاوتبوت بتاعه يكون يور ايج والفاريبل بقى، قيمه الفاريبل. فهتعمل ايه؟ انت علشان تعمل سكان او تعمل انبوت للمستخدم لازم تكتب سكانر، وتسمي الفاريبل مثلا وليكن سكانر، وتعمل ايكوال نيو سكانر بالاس كابيتال برضو، تمسح دي، تكتب جواها ايه؟ تكتب جواها system دوت system دوت ان، معلش، وتقفل. دلوقتي احنا عملنا variable اسمه scanner، نوعه scanner. يعني ايه نوع scanner؟ يعني بياخد من اليوزر بيانات. تمام. السنتكس بتاع اخد اليوزر بيانات ايه؟ بتكتب نيو، وبتكتب سكانر باس كابيتال برضه نفس الاس الاولانيه كابيتال، وبتفتح قوسين. القوسين دول بيتكتب جواهم ايه؟ سيستم دوت ان. تمام كده. تمام كده. دلوقتي بعد ما عملنا الموضوع ده عايزين نعمل ايه؟ عايزين وليكن مثلا تظهر لليوزر كلمة مثلا بليز انتر يور ايج مثلا. هنكتب بليز انتر يور ايج. تمام. هتنزل خطوة لتحت، يبقى كده انا عملت variable، عرفت اسمه سكانر ونوعه سكانر اللي هو بياخد من اليوزر بيانات، وقلنا السنتكس بتاع السكانر ايه؟ بتكتب نيو بعد كده سكانر بعد كده سيستم دوت ان. تمام. بتلاقي في مكتبة ظهرت لك فوق، المكتبة دي عبارة عن ان هي بتاخد بيانات من المستخدم. تمام. ما تمسحهاش طبعا، لان لو مسحتها هيظهر معاك ايرور. بعد كده خلينا يظهر لليوزر رسالة بان هو يدخل عمره. بعد كده هنعمل variable بحيث ان هو يحفظ الايدج جواه. تمام. هنعمل مثلا integer وهنسميه age equal. هتعمله equal ايه بقى؟ هتعمله equal الفاريبل ده اللي هو اسمه scanner. خلصت على كده؟ هقول لك لا، ما خلصتش. لازم تكتب دوت ونوع ال ال الفاريبل ايه اللي هيطلع لك. انت طبعا هيطلع لك انتجر، فانت لازم تعمل نيكست انتجر، نيكست انتجر علشان يطلع لك قيمة انتجر. تمام. ما تنسوش القوسين عشان ما يعملش معاك وقف. زي الفل لحد هنا ان شاء الله يكون زي الفل. بعد كده هنعمل system print out dot print line. نكتب مثلا your age is، ونعملها equal ال age variable اللي اسمه age. نعمل run للكود اهو، هيقول لك please enter your age. هكتب انا مثلا 20 اهو، your age is 20. نعيد تاني الحتة دي عشان حتة جديدة. دلوقتي انا عايزك تعمل برنامج، تمام، يخلي اليوزر يدخل فيه input اللي هو عمره، والاوتبوت يطلع بتاعه مثلا كلمة your age is كذا. your age is كذا. تمام. هنعملها ازاي؟ اول حاجة خالص بسم الله الرحمن الرحيم هتحط
variable اسمه سكانر، نوعه اسمه سكانر، نوعه سكانر، ثبتوها اسمه سكانر. افضل حاجه. السنتكس بتاعه ايه؟ نيو وايت سبيس، وبعدين بعد كده سكانر، برضه نفس السكانر الاولانيه، نفس النوع. تمام. وهتفتح قوسين وهتكتب جواه سيستم دوت ان. بعد كده هتكتب الرساله اللي عايزه تظهر له ايه، ودي اصلا احنا واخدينها من المحاضره اللي فاتت. بعد كده هتعمل فاريبل يتحفظ جواه السكان اللي هيحصل. تمام. هتسميه مثلا نوع انتجر طبعا لانه عمر، وهتسميه ايج لانه هياخد البيانات بتاعت العمر. خلي اسامي منطقيه، لازم انت كبروجرامر تكتب اسامي منطقيه في البرنامج بتاعك. تمام. وهتكتب اسم المتغير اللي هيتاخد جواه السكان. وقفنا على كده؟ لا، ما وقفناش على كده. ده قال لك في كذا نوع، عندك انتجر، عندك فلوت، عندك دبل. قال لك لازم تعرف لي، بعديها تعمل دوت، وبعد الدوت تعرف لي نوع المتغير اللي انت هتدخله ايه، او اللي اليوزر هيدخله ايه. عندك نوع متغير next boolean، ده للقيمه البوليان اللي هي true or false. عندك next byte اللي هو بيقرا بايت من المستخدم. عندك next double اللي هو بيقرا ارقام دبل. عندك next float اللي بيقرا برضه ارقام فلوت اللي هي ارقام كسريه. عندك next integer اللي بيقرا integer. عندك next line وده اللي بيقرا string، او اللي هو يعني بيقرا اللي هو حروف يعني. عندك next long و next short، بس انت في معظم الاوقات هتستعمل next line و next integer و next float و double و boolean. هم دول اللي هستخدمهم، هم دول المهمين. فانا هنا عملت له ايه؟ عملت له next integer. ليه؟ لان الرقم اللي هيطلع رقم integer. لو كنت عملت له next double اهو، بص لو كنت عملت له next double، تمام، لو حصل يعني كنت عملت له next double، بس لازم ان انا اعرف القيمه ان هي double بره، اعرف الفاريبل بدبل. وعملنا له مثلا run للكود، هيقول لك ايه enter your age، هدخله 20، هيطلع لك القيمه 20.0. تمام. يعني لازم يكون النوع بتاع الفاريبل هو نفس النوع اللي انت هتطلعه بره. تمام كده، ان شاء الله يكون تمام. دلوقتي عندنا المثل التاني يا شباب، ان هو ايه؟ عايزك تعملي برنامج ياخد من المستخدم اسمه، بعد كده عمره، بعد كده السالري بتاعه. تمام. عايزين نعمل كل ده inputs لليوزر. هنعملها ازاي؟ زي ما عملناها فوق. اول حاجة هنعمل متغير اسمه سكانر، نفس النظام برضه. خلينا نسميه سكانر 2 عشان ما يعملش مشاكل مع اللي فوق او ما يتضاربش مع التعريفات اللي فوق. تمام. ونفس ما احنا متعودنا طبعا، نيو سكانر، والقوسين بتوعك تكتب سيستم دوت ان عشان يدخل لك البيانات. تمام. ننزل تحت كده. دلوقتي اول حاجه احنا عايزينها تظهر له ايه؟ عايزين تظهر له مثلا enter your name مثلا. عايزين نبقى منظمين شويه ونعمل في كل حاجه سطر لوحدها. تمام. ممكن اجمع لكم مره واحده، بس لا بلاش، خلينا بعضينا كده. عندك system دوت اوت دوت برنت، عايز يظهر له ايه؟ عايز يظهر له مثلا enter your name مثلا، enter your name. تمام. enter your name، وهتعمل تحتيها زي ما احنا اتفقنا variable، طبعا هيبقى نوع string اسمه name، هتساويه بالفاريبل اللي فوق اللي هو اسمه scanner2 دوت next line، لان احنا اتفقنا ان next line اهي، next line هي اللي بتاخد string.
تمام كده اول انبوت خلصناه. تاني انبوت معانا اللي هو system برضو system.out.println. هنعمل enter your age. تمام ننزل تحت نعمل age اللي هي هتبقى integer للايدج ايدج، وخليها دبل اي عشان ما تتضربش مع الايدج اللي فوق. تمام مثلا هتبقى equal scanner 2 dot next integer. بقفل دي كده. تمام ننزل تحت كمان عندك system.out.println بنفس الموال system.out.println هنعمل له enter your salary. تمام enter your salary. وهننزل تحت السالري طبعا هيبقى انتجر برضو، هتعمل انتجر تسميه salary equal برضو scanner 2 dot scanner 2 dot next integer. وفي الاخر هتعمل 3 system out للتلات قيم control v control v. هتعمل اول قيمة اللي هي name your name is plus name بعد كده هنا your age is بعد كده هنا الage لا الage age. تمام وهنا هيبقى your salary is equal تعمل equal للسالري وهنعمل run. هيقول لك enter your name اللي هو عبد الرحمن enter. هيقول لك enter your age هتدخل الايدج اللي هو يكون مثلا 20. هيقول لك enter your salary وليكن مثلا 1000. هيطلع لك your name is عبد الرحمن your age is 20 your salary is. عملنا كل الاوتبوت اللي احنا كنا عايزينه. تمام يا شباب ان شاء الله تكونوا فهمتوا الجزء دوت بتاع الانبوتس بالنسبه لليوزر. نعيده تاني كده على السريع. دلوقتي عندك انت عملنا في البدايه خالص كان طالب منك في البرنامج تعمل برنامج ياخد input name وinput age وinput salary من اليوزر مش منك انت كبروجرامر. فبالتالي هتعمل ايه variable اسمه scanner 2. تمام وهيبقى نوعه scanner هتساويه بالقيمة دي اللي هي new scanner system.in داخل القوسين. دي بتعمل ايه؟ دي اللي بتاخد الانبوت من اليوزر. كل السطر ده كده بيتكتب مرة واحدة في الكود اصلا. السطر ده كله بيتكتب مرة واحدة في الكود. تمام؟ تمام. أول حاجة عملناها في سطر 10 عملنا برنتاية جميلة صغيرة كده مكتوب فيها enter your name بحيث إن المستخدم لما يدخل يلاقي إذا حاجة ظاهرة قدامه برنتاية enter your name. وبعديها حطينا تحت الفاريبل بتاعنا
اللي هو اسمه نيم، عايزين نخزن جواه اللي الشخص هيكتبه في النيم. السطر ده كله كده معناه ايه؟ معناه ان اليوزر مش هيعدي من النقطة ديت الا لما يدخل قيمة للنيم. السطر ده الحقيقة الحتة دي اول هنا لهنا كده معناها ان اليوزر مش هيعدي من الكلمة ديت الا لما يدخل قيمة للفاريبل اللي اسمه نيم. تمام، احنا طبعا عرفنا الفاريبل بنو سترينج، وعرفنا اسم الفاريبل احنا اللي بنحطه من عندنا براحتنا. بس الاسامي كبروجرامر انت المفروض تحط اسامي واقعيه. تمام، عملنا نفس الكلام في السطر الثاني برضو برنتايه اسمها enter your age، وعملنا variable نوعه age او اسمه age نوعه integer، بس انا زودت الاي عشان خاطر الكود اللي كان فوق. تمام، وبرضو عملنا نفس النقطه اللي فوق ان هو ما يعديش اليوزر من هنا الا لما يدخل القيمه اللي احنا عايزينها للايدج. تمام. تمام، عملنا برضو برنتاية رقم 3 جواها enter your salary، ونفس الكلام برضو عملنا variable اسمه salary نوعه integer. برضو عملنا اللي هي الطريقة دي اللي هو ما يخليهوش يعدي إلا لما يخش، إلا لما يدخل بيانات. تمام، يدخل قيمة للسالري. تمام، هتسألوني طب ايه النكست لاين وايه النكست انتجر دي؟ بص، نكست لاين ده بيدخلك جوه الفاريبل string، next integer بيدخلك جوه الفاريبل قيمة نوعها integer. تمام، وفي برضو شوية حاجات تانية من نفس أنواعها اهي، عندك بويان وعندك بايت وعندك دبل وعندك فلوت وعندك لونج وشورت. كل دول هتلاقوها في المحاضرة سلايد رقم 14. تمام. تمام، فأنا كنت عايز تطبع لي النتائج. النتائج عملنا 3 برنتات، كل حاجة كل واحدة منهم عملنا لها نظام شيك على حسب كل واحدة منهم. يعني أنا هنا كنت عايز أعرض النيم، فعملت your name is كذا و your age is كذا، والسنتكس ده احنا واخدينه في المحاضرة اللي فاتت فأنا مش محتاج إن أنا أشرحه تاني. تمام. تمام، عندك حاجة اسمها if وعندك حاجة اسمها switch. if و switch دول عبارة عن إيه؟ الناس اللي واخدين لغات برمجة قبل كده أو واخدين لغات برمجة قبل كده هيلاقوا الموضوع ده سهل بالنسبة لهم. سهل بالنسبة لهم في حتة ايه بقى؟ انت عندك دلوقتي، ثواني ننزل دي تحت كده، نكتب هنا بداية الكود بتاعنا وندخل دي جوه تاني. اف وسويتش، الاتنين دولت الناس اللي كانت واخدين برمجة قبل كده عارفين يعني ايه اف وعارفين يعني ايه سويتش. هي سويتش كيسز اسمها. احنا هنبتدي بسم الله الرحمن الرحيم بشويش بشويش. هنبتدي الاول باف، اسمها اف كونديشن. تمام، دلوقتي احنا عايزين نعمل مثلا وليكن عايزين نعمل برنامج، تمام، يخلي الشخص يدخل سنه، ولو سنه أصغر من أو يساوي 21 سنة يظهر له مثلا إنك تقدر تعمل فوت في الانتخابات. You can vote. تمام، ولو سنه أصغر من 21، لو سنه أصغر من 21 هيظهر له you can't vote. وطبعا اليوزر هو اللي هيدخل عمر، مش عايزك انت تدخل العمر. روحوا اعملوها وارجعوا افتحوا الفيديو تاني عشان تمتحنوا نفسكم
في الحته اللي فاتت بتاعه السكان. بسم الله الرحمن الرحيم. هنعمل سكانر زي ما احنا اخدنا. طبعا اول ما عملت سكانر ظهر لك المكتبه اللي قلت لكم عليها فوق. هنسمي الفاريبل وليكن مثلا سكانر، والسكانر ده هنسويه نيو سكانر، ونكتب جواها system.in. كده خلصنا اول جزء. عملنا الفاريبل اللي اسمه سكانر، نوع سكانر، وهو دوت اللي هيتسيف جواه اي حاجه تبع يعني الفاريبلز اللي هيتعمل لها سكان. تمام. تمام. دلوقتي احنا عايزين اليوزر يدخل الايدج بتاعه، فاحنا هنعمل ايه بكل بساطه؟ هنعمل system.out.println enter your age enter your age enter your age. تمام. ننزل تحت كده. بعد ما عملناها هنعمل الانتجر variable اللي اسمه age، يعني هنعمل variable اسمه age نوعه integer. هو ده اللي هيتسيف، او ده هو ده اللي هيتسيف جواه القيمه اللي المستخدم هيدخلها. فبالتالي هنعملها ازاي؟ هنعملها scanner دوت، هي طبعا integer فهيبقى next end. عايزين خلصنا احنا اول حاجه، خلاص كده المستخدم دلوقتي هيدخل القيمه بتاعت اللي هتتسيف في الايدج. تمام. دلوقتي نخش للمطلوب التاني. لو سنه اكبر من او يساوي 21 يظهر له كلمه يو كان فوت، ولو سنه اصغر من 21 يظهر له يو كانت فوت. هنعملها ازاي؟ الاف كونديشن هي دي وظيفتها. السنتكس بتاعها بتكتب ايه؟ اف، بتفتح قوسين البارامتر، تمام، او قوسين الكونديشن معلش، تمام، وبتكتب الكونديشن اللي انت عايزه. يعني ايه؟ يعني بتكتب الامر اللي لو حصل يحصل كذا، وكذا دي هتتكتب ما بين الكيرلي براكتس. تمام. فهنكتب الكونديشن بتاعنا اللي هو الايدج يطلع مثلا، نعمل ايه الاول؟ اكبر من او يساوي 21. فبالتالي يعمل له system دوت اوت println you can vote. تمام. طب هنعمل ازاي لو ما حصلش؟ لو دي بنكتبها else، وبتفتح كيرلي براكت وبتنزل سطر كده، وبتكتب في الالس دي. انت عندك طريقتين، يا ممكن تستخدم else وممكن تستخدم else if. else if هتعمل لك ايه؟ هتخليك تدخل كونديشن تاني. else بس هتخليك تدخل لو ما حصلش ده، لو ما بقاش اكبر من او يساوي ال 21 اكيد هيبقى اصغر منه. فهنا لما يبقى عندك كونديشنين بس، انت عندك الكونديشن الاولاني بيتحط في الاف، الكونديشن التاني بيتحط في الالس بس، ملهاش غير احتمالين فقط، يا ايوه يا لا بس. فبالتالي هي هنا هنحط جوه الالس system out print line control v count. تمام كده. نجرب الكود، نعمل رun للكود. عايز اقول لك enter your age، هقول لك 20، هيقول لي you can't vote. نعمل run تاني للكود، نجرب رقم تاني وليكن مثلا 21، هيقول لي you can vote. تمام كده. ان شاء الله تكون اتفهمت. تمام يا شباب، ان شاء الله يكون الكودنج اتفهم. دلوقتي في كلام نظري كده، ودي الجزء ده اللي انا شرحته لكم اصلا، بس انا هشرحه لكم بقى بالكتابه هنا. اهو بيقول لك expression دي اللي هي الكونديشن يعني،
او الكونديشن المطلوب. تمام. هنا عندك اف الكونديشن المطلوب، بعد كده ستيتمنت دي يعني ايه؟ يعني يعني لو اتنفذ الكونديشن ده هو ده اللي هيحصل. else if دي بتبتدي اكنك دخلت على if تاني من اول وجديد. else if شبه if بالظبط بالملي، مفيش اختلاف. الاختلاف عندك في الالس، يعني انت عندك هنا if else expression، وبعدين statement. الاكسبريشن قلنا اللي هي الكونديشن، يعني الحاجه اللي انت هتدخلها اللي لو حصلت هتنفذ الستيتمنتس. تمام. وهنا عندك برضو نفس الكلام else if لو ده ما اتنفذتش هيبدأ ينزل لك على ال else if. لو الاكسبريشن اتنفذ ادخل لي على ده. طب ولو ما اتنفذش هيدخل على الالسه الاخيره. ده كده كده، يعني لو الاثنين دولت ما اتنفذوش كده كده هيخش على الالسه الاخيره. تمام. وهيخش على الستيتمنت بتاعتها. تمام. ان شاء الله تكون الموضوع اتفهم بالنسبه لكم. دي طبعا يا شباب عندكم هنا نفس برضو نفس الفكره بتاعت الكود اللي انا عملناه مع بعض، اللي احنا عملناه مع بعض، اللي هو بتاع الاخير ده، اللي هو بتاع العمر. هو نفس الفكره برضو هنا اهوت. عندك if else. تعالوا نعمله مع بعض. عملنا الكود اللي فوق كله كومنت علشان خاطر ما يبوظلناش حاجه، لان لو ما كنتش عملت كومنت كان هيبوظ الدنيا. تمام. دلوقتي ننزل سطر كمان عشان ما تلخبطوش. دلوقتي احنا عندنا ايه؟ عندنا برنامج عايزك لو كان الرقم او الوقت، هو البرنامج عبارة عن ادخال وقت من المستخدم. تمام. لو كان الوقت ده اكبر من 10 بيظهر لك رسالة جميلة كده اسمها جود مورنينج. ولو كان التايم اصغر من 18 يظهر لك الاوتبوت بتاعه جود داي. انبوت اي حاجة تانية. تمام. عايزه يظهر لك الاوتبوت بتاعك جود ايفنينج. هو ده البرنامج اللي عايزكم تعملوه دلوقتي. تمام. روحوا جربوه وارجعوا لي لو ما عرفتوش، ان شاء الله تعرفوا. بسم الله الرحمن الرحيم. هنبتدي خطوه خطوه. دلوقتي اولا انتوا عارفين طبعا احنا عايزين نعمل سكانر. نسميه سكان. هنساوي بالقيمه اللي هي نيو سكانر. ونيو سكانر ده هنكتب جواه system.in. تمام. كده احنا عملنا اول حاجه. تاني حاجه قال لك ايه؟ قال لك عايزين نعمل انتجر اللي هو اللي هيخش فيه حاجه اسمها تايم. تمام. فاحنا هندخل انتجر اسمه تايم، variable اسمه تايم، هنسويه بالسكانر دوت نيكست اند دوت نيكست اند. تمام. هنستخدم اف طبعا. هنستخدم الاف كونديشن. الكونديشن الاولاني اللي هو لو كان التايم اكبر من اصغر من معلش 10 يظهر لك system دوت اوت دوت برنت لاين جود مورنينج. الكونديشن التاني else if. تمام. رخصوا ان انا هحط كونديشن تاني فعشان كده كتبت else if. تمام. الكونديشن التاني هيبقى لو كان التايم اكبر من 18 هيظهر لك ايه؟ هيظهر لك
system out dot print اكتب لك good day. طب بقى لو كان اي مدخل تاني يظهر لك ايه بقى؟ يظهر لك good evening. good evening. خلينا نجرب كود run كود. نسيت ازود السطر بتاع اللي هو خليه يكتب. تمام، فاحنا خلينا كده نعمل هنا، لا مش هنا، المفروض قبل الفاريبل. قبل الفاريبل هنعمل system out dot print line، وهنعمل مثلا enter your time مثلا. enter your time هيقول لك enter your time، هدخله مثلا وليكن 9 عشان يبقى أقل من 10. هيظهر لك جود مورنينج. هو عمل إيه؟ قلنا الرقم أقل من 10. تمام، خلينا نعمل ران تاني للكود، نجرب الكونديشن التاني اللي هو أقل من 18 وليكن مثلا 12. هيقول لك جود داي. تمام. طب ولو دخلت رقم بقى 20 مثلا أو 24، وليكن مثلا 24، هيقول لك جود ايفنينج. تمام، ان شاء الله تكون فهمت المثال ده. في برضو عندك السلايد دي برضو بتشرح الاف ستيتمنت برضو، نفس الكلام اللي احنا شرحناه فوق ونفس الكلام اللي شرحناه في المثل، فانا مش هبص عليها. عندك هنا برنامج بيقول لك ايه؟ بيقارن رقمين ببعض، انهي واحد فيهم الاصغر وانهي واحد فيهم الاكبر. تمام، فهو عامل لك هنا ايه؟ ده انا عايزكم تعملوه مع نفسكم، لان ده مش صعب. هو هنا بيقول لك عايز اللارجست نمبر، وزي ما انت ما شايف ان هو قارن الرقمين ببعض، الاكس بالزد. هي فيها فكرة بس اكبر شوية من الافكار اللي احنا اخدناها المرة اللي فاتت، او الفكرتين اللي اخدناهم، بس ان شاء الله تعرفوا تعملوها. دلوقتي يا شباب انتوا عندكم برنامج. البرنامج ده عبارة عن انتجر لثلاث ارقام. عندك الايه عاملة 40، وعندك البي عاملة 78، وعندك السي عاملة 19. تمام يا شباب؟ تمام. عايز تطلعوا لي اكبر رقم، عايز تعملوا برنامج يطلع اكبر رقم فيهم. هتعملوه ازاي؟ اول حاجه هنعمل متغير، هنعرفهم. هنعرف ان الايه equal 40، وان البي equal 78، وان السي equal 19. تمام، عرفنا المتغيرات، عرفناهم بالقيم بتاعتهم وزي الفل. تمام يا شباب، بعد ما عرفنا المتغيرات اللي هي ايه ب 40، بي ب 78، سي ب 19 زي ما احنا كاتبين، دلوقتي عايزين نعمل ايه فيهم؟ زي ما قلت لكم عايزين نقارنهم. فالمقارنه دي هتبقى بالايه؟ بالاف، زي ما احنا ما اخدناها اف ايلس. الكونديشن هيبقى عباره عن ايه بقى؟ ايه اصغر من بي، او فاكرين لما انا قلت لكم دي معناها او في بدايه الشرح خالص، او الايه اصغر من السي. انت هتعمل ثلاث كونديشنات، كل كونديشن اللي فيهم له الحروف بتاعته. اول حرف بيبقى ثابت، الحرفين الباقيين هم اللي بيتغيروا. زي هنا اهو A والبي والسي هم اللي اتغيروا. تمام. الكونديشن التاني طبعا هيبقى else if. تمام، هيبقى لو كان البي اكبر من الايه، او
البي اكبر من السي. الكونديشن التالت والاخير اللي هو هيبقى إلس اصلا، مش لازم انك تحط كونديشن. تمام. الكونديشن الاول ده هيبقى السيستم اوت برنت لاين. هنعمل a plus the largest number. تمام. the largest number. تمام. الناحية التانية دي اللي هي الكونديشن التاني هيبقى ايه بقى؟ نفس الرسالة بالظبط، بس هنغير الكونديشن. كنترول في، كنترول في. تمام. هنا هيبقى السي، وهنا هيبقى البي. تمام. المفروض يطلع لك اللارجست نمبر مين؟ البي. نعمل رن للكود. 78 ده largest number. عندكم المثل اللي وراه على طول نفسه هو بالظبط، نفسه هو بالظبط المثل اللي فوق، مفيش اي اختلاف فيه، مفيش اي نقطة جديدة. عايزكم برضو تجربوا تعملوه لوحدكم. تمام. ولو اي حد عنده اي اسئلة خليه يكتب لي تحت بالكومنتات. هو كده كده اوريدي هنا. الاختلاف الوحيد بس ان هو هيخلي اليوزرز او اليوزر هو اللي يدخل ال 3 نمبرز او 3 انبوتس. تمام. لو في اي حد عنده مشكلة في السؤال ده هبقى احله له المرة الجاية في بداية الفيديو. عندنا حاجة اسمها ternary operator. يعني ايه ternary operator؟ يعني المنظر اللي انت شايفه ده. يعني ايه المنظر اللي انت شايفه ده؟ انت عندك بتحط الفاريبل. تمام. بعد كده الكونديشن. بعد كده لو كان true او كان false. معنى كده ايه؟ معنى كده ان ديت هي الاف. تمام. الحتة دي هي الاف، والحتة دي هي الالس. الحتة دي هي الاف، والحتة دي هي الالس، وده الكونديشن بتاعنا. تمام. خلينا كده نشوف مثال عليه. عندك هنا مثلا اهو، هو هنا جايب لك الطريقة العادية اللي هي بتاعت if else، جايب لك هنا الطريقة اللي هي اللي انا بتكلم عليها اهوت. هو كتب لك هنا string عرف لها اهارك، والفاريبل اسمه result. تمام. والكونديشن بتاعك اللي هو لو كان الوقت اقل من 18 هيظهر لك كلمة good day. لو ما كانش النقطتين دول، يعني لو ما كانش هيظهر لك good evening. تمام كده ان شاء الله يبقى تمام، يعني السنتكس واضح قدامكم مش محتاج شرح. تمام. تمام. دلوقتي يا شباب عندكم الكود ده. الكود ده طبعا كل ده انتوا عارفينه، كل ده احنا شرحناه نفسه بالظبط المحاضرة النهاردة. فالنقطة دي مش مستاهل ان انا اشرحها لكم. النقطة الأخيرة دي هي اللي هتتشرح. تمام. دلوقتي هو هنا جايب لك 3 أرقام A B C. اليوزر هو اللي هيدخلهم. عايزين نعرف مين فيهم هو الأكبر. فبالتالي عشان ما يتعبكش هو عمل لك حاجة اسمها largest وحاجة اسمها temp. دولت 2 variables هيتسيب فيهم القيمة فقط لا غير. يعني انت عندك هنا التمب، هو عمله لك مقارنة ما بين ال A وال B. حط لك هنا الكونديشن، لو كان لو كان أكبر من ال B اطبع ال A، لو ما كانش أكبر من ال B اطبع ال B. تمام. تمام. فهو هنا طبعا على حسب ادخال المستخدم. يعني انا مثلا لو دخلت مثلا ال A مثلا بواحد، ال B اتنين، ال C تلاتة. تمام. عندك دلوقتي ال A قلنا بواحد وال B باتنين. دلوقتي الواحد اكبر من الاتنين هتقولي لا، فبالتالي هيجي هنا طالما انت قلت لا يبقى دوت هتتلغى. فبالتالي انت ما عندكش غير البي هو اللي هيتضخ. فالتمب هتبقى مخزنه القيمه بتاعت البي، يعني هي البي. يعني انت لو هنا جيت جربت تشيل كلمه تمب وتحط بي مش هيفرق معاك في حاجه ان شاء الله.
تمام. خلينا نرجع دي. بعد ما هو ما عمل القيمة دي طبعا هنا طلعت معاه ايه؟ طلعت معاه بي الاوتبوت. بعد ما احنا ما خلصنا وطلعت معاك بي، دخل على السطر اللي وراه الفاريبل اللي اسمه largest، وده المقارنة ما بين الرقمين الاخرانيين اللي هو السي والبيانو. هو اخد هنا عندك السي قلنا ب3، تمام، فعندك هنا 3، والتمب قلنا ان هي طلعت ب2، تمب اللي هي طلعت ب2، فانت عندك 3 اكبر من الاتنين هتقول لي اه. بس يبقى اللي بعد النقطة كله سلام عليكم. فهي هتطلع معاك قيمة السي اللي هي بكام؟ اللي هو طلع لك هنا الاوتبوت بتاعك اللي هي بسي، فبالتالي the largest number is هيطلع معاك هنا السي. واحنا فعلا هو ده اللي احنا عملناه، عندك الاي ب1، البي ب2، السي ب3، فبالتالي اللارجست بتاعنا هو السي. تمام، ان شاء الله كله تمام. نفس الكلام برضه اهو بنعيد ونزيد فيه، بس هنا بقى بيقول لك هنا 3 variables بقى. هنا عندك يعني دوت بدل ما هو عمل لك بحالك بالطريقه دي، لا قال لك ممكن تختصرهم في كود واحد ويبقى بالشكل ده. ده شباب نفس الكلام اللي هنا بالظبط، بس على 3 conditions. يعني هو مختصر لك الكلام ده كله بدل ما هو ما يحط تو variables بحيث ان هو يسهل الامور. هنا هو حاططها لك كده بالشكل ده. هنا اهو هو عامله لك نفس الكلام كله، ما فيهوش اي تغيير. نفس الكلام سكانر، وبيعمل سكانر للثلاث ارقام اللي هيخشوا، وبيقارن بقى الثلاث ارقام اللي هيخشوا مع بعض، وحطهم في فاريبل اسمه largest عشان خاطر يطلع لك الرقم في الاخر اللارجست. عندنا حاجه يا شباب زي ما قلت لكم هنا فوق اسمها سويتش. السويتش دي عباره عن ايه؟ فتتخيل ان السويتش دي عباره عن كيسز. يعني ايه كيسز؟ يعني بوكسات. السويتش ده بوكس كبير في الكونديشن بعديه. احنا نكتبه، نكتب اهو الكود بتاعنا. هو عايز ان لو ال day بقى يساوي 4 يطلع له today is Saturday. تمام، احنا هننفذ له الموضوع ده بسويتش. لازم تكون انت عارف كده كده اف وعارف السويتش برضه. تمام. تمام، خلينا نبتدي بسويتش. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه هندخل القيمه بتاعت الداي، فاريبل اسمه الداي، وهنخليها ب4. بعد ما ادخل القيمه بتاعته هكتب سويتش. شايف سويتش كتب لك في ساعتها السنتكس بتاعه. تمام، السنتكس بتاعه هيبقى عباره عن ايه؟ بصوا يا شباب، دلوقتي هنا هدخل الكونديشن اللي انا عايزه اللي هو الداي اللي هيتعمل عليه الكيسز ديت. اول كيس عندك اللي هي رقم 4 مثلا. تمام، ولازم بيتعمل في اخرها بريك، يعني الكيس لازم يتعمل في اخرها بريك. هتعمل له system out print line today is Saturday. تمام، today is Saturday، وبريك في الاخر لازم عشان ما يطبعلكش كل الكونديشنز. تمام، وهتيجي هنا تكتب كيس، وهتكتب الرقم اللي انت عايزه بتاع الدي، يعني مثلا وليكن 5 مثلا. تمام، لو كتبت 5 مثلا اخليه مثلا يكتب لي system print out control v today is Friday مثلا. تمام، بعد كده الديفولت تي لو مفيش اي حاجه من دول هتتنفذه. لو مفيش اي حاجه من دول هتتنفذه انت ببساطه جدا ممكن تكتب له مثلا
ايرور، ايرور داي مثلا، نعمل ران كود، عمل لك today is Saturday. ليه؟ علشان الكيس رقم 4 اللي هو لما الداي بقى equal 4، او الفاريبل بتاع الداي بقى يساوي 4. تمام؟ يا سيدي مش مصدقني، خلاص تعالى هنا يساوي 5، نفضل نفسك أهو. today is Friday. نسينا نحط بريك، صح؟ نسينا نحط بريك. شفت اللي حصل ايه لما نسينا نحط بريك؟ طبع لك دي ديفولت كمان. نعمل ران كود اهو today is Friday. طب ولو جربنا مثلا نحطها 10 يا سيدي، هيطبع لك الديفولت اللي هو ايرور داي. تمام، ان شاء الله يبقى تمام. خلاص يا شباب، وهنا نكون خلصنا موضوع الكيسز ده. عايزكم تبصوا في المحاضرة والأمثلة اللي في المحاضرة تحلوها، ولو عندكم أي مشكلة اكتبوا لي رقم السلايد اللي فيها المشكلة، أو رقم أو اسم الحاجة اللي فيها المشكلة، وأنا أعيد شرحها إن شاء الله في فيديو مخصوص. والسلام عليكم.